ازاي اختار شريك او شريكة حياتي؟ مفيش راجل او ست اسوياء الا لما بيكون هدفهم من اي علاقة بيدخلوها انهم يدوروا على شريك حياتهم، الشخص اللي هيكملوا معاه بقية حياتهم، اللي هيكمل نصهم التاني، اللي بيمثل ساعات الجزء المفقود. محدش بيبقى عايز يضيع وقته عبثا الا اخواتنا بتوع القلاعيب، ودول ملناش دعوة بيهم. النهارده احنا بنتكلم عن اي واحد او واحدة نفسهم يكون عندهم شريك او شريكة حياة ويكملوا الرحلة مع بعض، والاهم ان يكون الشريك او الشريكة دول هم الاشخاص الصح في حياتنا. فعشان كده دايما بيجيلي سؤال: ازاي نختار شركاء حياتنا؟ انا بشبه اجابه السؤال ده على انه اختبار لازم تمشي فيه بالتدريج وتتحقق من معايير معينه وانت بتتعرف على اي حد جديد داخل حياتك، وتكون حاسس ان هيكون في حاجه كده ما بينكم. رقم واحد على قمه الهرم ان لازم يكون في حب، في انجذاب، في قبول. انا بشوف ده رقم واحد للاساس لاي علاقه او جوازه ناجحه. ده زي كده لما بتحطوا الاساسات بتاعت اي عماره او اساس اي جوازه، لازم يكون فيها حب، انجذاب، قبول. ده ضمان مهم جدا للعلاقه. طب هل ده يكفي؟ يعني لو لقينا الحب والقبول والانجذاب كده تمام نتجوز بقى؟ لا طبعا، احنا قلنا ده الاساس مش اكتر. لو اتجوزتوا على هذا الاساس وبس هتبقوا عملتوا زي اللي رمى اساسات عماره وراح ساكن في الطل بدون ما ياخد تراخيص ادوار ولا يبني ولا اي حاجه. هياخد قشي مطر، قشي سيول، قشي تراب، حياته مش هتبقى مضمونه. عشان كده بعد ما نتاكد ان في حب لازم ناخد التراخيص، لان مش كل جوازه اساسها حب بس بتكمل، من في حاجات بعد كده ممكن ما تناسبنيش في الشخص ده. غلطات كتير قوي بيقع فيها بعض الناس ان اول ما يلاقي شخص يحبه يتغاضى عن اي شيء تاني بقى ويقول لك اهم حاجه الحب. الحب فعلا مهم ولكنه مش الأهم إن العلاقة تكون متكاملة، والحب أحد عناصرها مش العامل الوحيد فيها، لأن الحب لوحده ما بينجحش علاقة. فعشان كده هندخل على المرحلة اللي وراها. بعد ما عرفنا إن في حب وانجذاب هندخل على اللي وراه. أبتدي أشوف الشخص ده يتوافق معايا في إيه. 3 حاجات لازم هنا في المرحلة دي أختبرهم لأنهم مهمين جدا لأساس أي جوازة ناجحة. أولهم التوافق الاجتماعي. هل إحنا من طبقة اجتماعية متقاربة ولا لأ؟ وده والله بيفرق كتير. الفرق في الطبقات بيؤدي لبلاوي ومشاكل كتير جدا في الجواز، واحنا هدفنا ان احنا نعيش علاقه ناجحه، جوازه ناجحه ما فيهاش مشاكل كتير. لكن عدم التقارب في الطبقه الاجتماعيه بيعمل بلاوي، ابسطها العادات والتقاليد بتاعت كل اسره اللي بتحكمها الطبقه الاجتماعيه اللي تنتمي ليها. يعني مثلا بيجي لي ستات كتير تشتكي ان بعد فتره قصيره جدا من الجواز في خلافات بتحصل بينهم على حاجات غريبه، ممكن اللي يسمعها من بره يقول لك ايه ده، هو في كده؟ هو في حد ممكن يختلف على حاجه زي كده؟ طب زي ايه مثلا؟ يعني تيجي ست مثلا تقول لي تخيل انا رحت زياره لمامتي، راحت حماتي واخت جوزي راحوا البيت وانا مش موجوده وناموا في اوضتي واستخدموا حاجاتي من غير ما يستأذنوا، وتحصل بقى على اثرها مشاكل كبيره وخناقات. وازاي امك تعمل كده؟ وازاي اختك تستخدم الشامبو بتاعي؟ امك كحتت الطاسه التيفال، في فوطه ناقصه، وهلمه كبيره قوي. تيجي بقى للزوج هو يحس ايه ده، هو في ايه؟ انتي مكبره المواضيع قوي كده ليه؟ ايه الافوره اللي انتي فيها دي؟ ما عادي، ما انا بروح بيت اخويا ومراته مش موجوده وبستحمى عندهم وبستخدم الشامبو بتاعها كشاور جيل. الله. وتكتشف فجأة ان كل واحد فيهم في وادي. هي متربية في أسرة، في بيت ووضع اجتماعي معين، ان البيت ليه حرمته زي ما بيقولوا، وان محدش ينفع يدخل البيت طالما ست البيت مش موجوده، ولو دخل يبقى كضيف لكن ما ينفعش يقعد ويستخدم حاجات وهكذا. وهو بالنسبه له اتربى في بيت وطبقه اجتماعيه بشكل مختلف، بيبان الشقق مفتوحه على بعض، الناس بتقعد تاكل وتشرب مع بعض، يدخلوا يناموا عند بعض عادي، مفيش مشكله يستخدموا حاجات بعض، وشايفين ان دي حميميه وتقارب. وهنا طبعا الفرق في الطبقات الاجتماعية اللي جايين منها الاتنين عمل المشكلة دي، وما نقدرش نقول مين فيهم صح ومين غلط. هو اتربى في أسرة الدنيا كلها بتعيش مع بعضها، الخصوصية محدودة شوية، اتربى على كده ومش شايف ان دي حاجة غلط. صعب تغير وجهة نظره بعد 20-30 سنة عاشها في بيت أهله وهي اتربت في بيئة مختلفة، ان البيت ليه خصوصيته وحرمته وان في حدود ما ينفعش نتخطاها، سواء بدافع ان ده تخلق جو حميمي ولا لا. تيجي بقى تقعد مع الاتنين دول عشان تحل المشكلة ما توصلش، مفيش حل. ده في وادي وده في وادي، ما ينفعش يحصل اي تقارب، ما ينفعش نهد كل اللي فات من حياة كل واحد فيهم ونعلمه عادات جديدة. طبعا غلب التطبع، كل واحد فيهم عاش في بيت اهله 20 و30 سنة وجايب بطباعه وتقاليده وعاداته وحاجات مش هينفع نغيرها لا في يوم ولا ليلة ولا سنة ولا 2 ولا 3 ولا 10، لان زي ما بقول محدش بيتغير ومحدش بيغير حد، فالدنيا بتبوظ منهم. الحياة مستحيلة، كأن الاتنين بيتكلموا لغات مختلفة، والحاجات اللي عدوها اثناء فترة الخطوبة قالوا دي حاجات بسيطة، ما طلعتش بسيطة، طلع ما خفي كان اعظم. طلعت الحاجات الصغنونة دي وراها اختلافات كبيرة بعد الجواز. تقولك ده بياكل بايده ويقول لي احنا لوحدينا، مع ان انا باكل بالشوكه والسكينه سواء لوحدينا او سواء مع ناس. ده متعود ينزل يقعد طول النهار عند اهله وما نطلعش غير وقت النوم. لا انا مش متعوده على كده في بيت اهلي، متعوده كل واحد ليه بيته وحياته. ففي النهايه الاختلاف ما بين الطبقات ده بيبقى ظاهر جدا جدا بعد الجواز وصعب يتحل. فلازم نتأكد ان احنا من طبقة اجتماعية متقاربة.
في حاجات مشتركة، عادات، تقاليد. لازم تقعدوا تتكلموا مع بعض عن أسركم، عاداتكم، تقاليدكم. لازم تحسوا ان انتوا على لاين واحد، مش انتوا بس، انتوا أسركم. ندخل بقى على تاني حاجة، وساعات كمان بتبقى أول حاجة، هي وموضوع الطبقة الاجتماعية في نفس الأهمية، وهي التقارب التعليمي. ان يكون انتوا الاتنين تلقيتوا تعليم متقارب. مش بقول هنا زي زمان الدكتور ياخد الدكتورة والمهندس ياخد المهندسة ولا الكلام الفاضي ده، مش ده المقصود خالص. لان ببساطة ممكن يكون دكتور ودكتورة كمان الاتنين التقارب التعليمي ما بينهم مش موجود. دكتور ودكتورة ليه؟ ده خريج مدارس انترناشونال طول عمره، وهي خريجة مثلا مدارس حكومة. الاتنين تلقوا العلم بشكل مختلف، والاتنين في حاجات نورت في حياتهم بشكل مختلف، فهتلاقيهم بيتصرفوا بشكل مختلف ومش مندمجين مع بعض. مش معناها هنا ان في حد فيهم اعلى من التاني، ولا بتكلم في النقطة دي، لكن الاتنين شافوا ودرسوا بشكل مختلف. لأن التعليم بيأثر، ونوعية التعليم اللي بتتلقاها بتأثر على طريقة تفكيرك ورؤيتك للحياة، على منظورك للحياة بشكل كامل. ولازم يكون في تقارب في الحتة دي عشان يبقى في أفكار متقاربة ومتشابهة. أمال هتتكلموا في إيه وأنتم متجوزين؟ الجواز مش سيو 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 سيو، مش صوصوة عصافير هو بس طول الوقت. انتوا بتعيشوا حياة كاملة مع بعض بكل حبشتكناتها، وبتتناقشوا في كل حاجة، وبتدخلوا في حوارات مشتركة وجدال. فلازم لغة الحوار تكون مشتركة، ده أقل واجب. لازم نتكلم نفس اللغة، فلازم يكون في تقارب تعليمي وثقافي كمان. خلي بالكم التعليمي غير الثقافي. ساعات يبقى حد تعليمه أقل لكن ثقافته أعلى، توازن الأمور. لأن الجواز مشاركة. هتتشاركوا في إيه لو انتوا مفيش أي نقطة تشابه ما بينكم، لا في الأفكار ولا في التعليم ولا في الثقافة. تقارب التعليمي والثقافي شيء مهم جدا، إلا واحد فيكم هيبقى مادة للسخرية للطرف التاني. بنات كتير من اللي بيميلوا ان هم يرتبطوا باولاد اعلى منهم تعليميا بيشتكوا ان الاولاد اللي بيحبوهم بيتعاملوا معاهم على انهم اغبياء او جهله، وكلام كتير من اللي بيقولوه بيبقى مصدر او ماده للسخريه. ده نابع من ان مفيش خط تواصل، في حد شايف نفسه اعلى من التاني. وهنا نيجي لثالث حاجه، تقارب المادي. لازم على المستوى المادي للاسرتين يكون في تقارب. وليه انا قلت التقارب المادي بعد الاجتماعي والتعليمي؟ لان لو في تقارب مادي واصلا من قبليهم في تقارب تعليمي واجتماعي، يبقى الاسرتين بتوع العريس والعروسه بيعرفوا ينظروا للماده من نفس المنظور، او بيصرفوها باوجه صرف متشابهه. وده بيفرق كتير. اقول لكم ازاي؟ يعني مثلا هات 2 اخوات ودي كل واحد فيهم مليون جنيه، والاثنين دخلوا اولادهم نفس المدارس ونفس الكليات، ادينا هو نفس الطبقه الاجتماعيه، نفس التعليم، وده عنده ابن دكتوره وده عنده بنت دكتوره، هم تلقوا نفس التعليم. لكن واحد فيهم بالمليون جنيه بتاعته اللي هو ابو الدكتور مثلا، الراجل بنى بيت في منطقه شعبيه، فتح تحتيه سوبر ماركت وقعد فيه وحنت على الفلوس شويه. الراجل ابو الدكتوره اشترى شقه في مكان كويس، بقى يسفر ولاده كل سنه في حته، وخليهم يصرفوا كويس على الكورسات اللي بياخدوها اثناء تعليمهم. شايفين اوجه الصرف مختلفه ازاي؟ ده هنا مفيش تقارب مادي، نظرتهم للفلوس مختلفه. المليون جنيه موجوده هنا وموجوده هنا، هنا اتوزعت على تعليم وثقافه وانه يشوف الدنيا، وهنا اتوزعت بشكل استثماري. نظرتهم للفلوس مختلفه. يجي الاثنين دكتور والدكتوره دول يتجوزوا تبوظ، ما ينفعش، عايشوا بشكل مختلف تماما. عشان كده بقول التقارب المادي كويس، ولازم يكون اساسه فيه تقارب تعليمي وثقافي كمان قبليها. لان زي ما قلت كده مثلا في القصه دي، البعد الاجتماعي لما الاثنين كل واحد عاش فيهم في حته اثر. فلازم يكون عندنا تقارب اجتماعي، تقارب تعليمي، بعد كده تقارب مادي، بعد ما يكون في اساس مهم جدا للعلاقه وهو الحب والانجذاب والقبول. هتقرر تمشي بقى الهرم بالمتشقلب وتاخد التقارب المادي او الماده اول حاجه، وتخلي الحب الاخير. هتبقى عامل كده زي اللي واقف على هرم مقلوب، واقف على سنه ملوش اساس. فارجوكم خدوا المواضيع بخطواتها الصح. مفيش جواز مفيهوش حب بينجح، حتى لو في الثلاث حاجات اللي بعد كده بيبقى في حاجه مفقوده، بيبقى في عاطفه مفقوده، مشاعر مفقوده. زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو الانجذاب، فاكرينه؟ هحطه لكم في اول كومنت. كذلك مفيش جوازه بتنجح لو الطبقه الاجتماعيه مش متوازنه، وهيبقى في مشاكل طول الوقت. لو التعليم مختلف هيبقى في عدم تفاهم طول الوقت. لو الوضع المادي مختلف هيبقى في معايره طول الوقت. عشان كده حكموا عقلكم كويس جدا وقلبكم كمان وانتوا بتختاروا شركاء حياتكم. وفي النهايه اتمنى لكم كل السعاده وحسن الاختيار. وتنويه لمتابعتي السيدات، تابعوني على القناه الثانيه فيبي فلوج. كانت معكم فيبي انور، السيناريستايه، ويومكم سعيد.